واصلا انا يعني مش عشان انا زملكاوي ولكن ده انا لا يعني ما اقدرش ان انا اسمع حاجه، برغم ان انا هنا المفروض اكون محايد، لكن برضو طبيعه بنتمي للزمالك وشرف كبير ليا ان انا زملكاوي او ابن نادي الزمالك. لما بشوف حاجه ما بتعجبنيش بتتقال او بتتعمل في نادي الزمالك لازم اقولها. وده بس ايه يعني للتذكره عشان الناس ما تفكرش ان احنا بنتكلم بعصبيه او في هناك تعصب. لا مش تعصب ولا حاجه والله. لو الموضوع ده عن النادي الاهلي هقول كده، مع ان انا لا انتمي للنادي الاهلي، شرف طبعا ان انا بنتمي لنادي الزمالك وما بنتميش للنادي الاهلي مثلا كلاعب او كمدرب او ولكن لو الموضوع ده مع الاهلي هقول نفس الكلام، لان الاهلي والزمالك دول كبار قوي، اكبر من اي حد، يعني اكبر من اي حد. ما ينفعش ان لعيب والله هتدفع لي دي اوكي، مش هتدفع لي سلام عليكم بالسلام عليكم خلاص. ده بسيط. ومع ان الزمالك يعني شاغل نفسه بحاجات غريبه جدا نادي الزمالك. يعني هو طب ما انت عندك عبد الواحد وجنش داخل على افريقيا، هات حارس مرمى حنين شويه ويشتغل جنب عبد الواحد وتبقى الامور ماشيه. ما احمد زي الحاج احمد. ده رايي، ده رايي يعني فاهم. صحيح ساعات بتبقى انت مجبر ان انت تجيب حارس مرمى للمستقبل، ده اعاره. ده الشناوي اعاره، يعني الشناوي سنه. الشناوي مش بيع وشراء يا جماعه، ده الشناوي اعاره. اذا كنت انت بتعمل كده في اعاره لعيب، امال لما تيجي تشتري لعيب بقى يعمل فيك ايه؟ هيبيع ويشتري فيك. معرفش. برضو مشاكل الزمالك. الجونه يشترط 2 مليون جنيه كاش لالغاء الحكم الصادر ضد نادي الزمالك. في حكم صدر ضد نادي الزمالك النهارده، لان طبعا الزمالك كان كاتب شيكات للجونه ما اتصرفتش، الناس رفعوا قضيه، مع ان كان في اللي انا اعرفه ان كان في مقابله ما بين حاج احمد الصحيفي واستاذ ممدوح عباس وصبري سراج، طبعا عشان فلوس نور، يعني بنتكلم عشان نور بس عشان الناس تبقى عارفه. مقابله بينهم الاسبوع اللي فات، والناس قعدوا واتفقوا وقالوا ان احنا هنجدول هذه الفلوس، والناس رضت ومشيت وخلاص. لكن الجونه ما تراجعش عن دعواه، ف يعني المحكمه حكمت ب الغاء او في حكم صادر ضد نادي الزمالك الفتره دي. يعني للاسف الشديد برضو يعني حاج احمد راح قعد. طب انت مع حاج احمد رحت قعدت مع الناس واتفقت وهيجادوا لك الموضوع، ليه ما سحبتش الدعوه؟ ما اعرفش، يعني يمكن معانا الصور يا محمد بتاعه المقابله بين شريف. معانا الصور بتاعه مقابله الحاج احمد الصحيفي ومجلس اداره الزمالك ولا مفيش؟ يعني يعني هو طبعا 6 مليون، يعني هو نادي الجونه بيتكلم في 6 مليون جنيه ل صفقه انتقال نور السيد. هي كانت 6 مليون، فالجونه عايز 2 مليون كاش والباقي الجدول. فهم كانوا متفقين مع بعض ان هم يجدولوا هذه المبالغ كلها، ولكن اعتقد ان الامور كانت صعبه شويه، وهناك دعوه قضائيه مرفوعه من قبل الاستاذ سميح ساويرس رئيس نادي الجونه ضد نادي الزمالك. يعني متوقع ان هناك حكم صدر ضد نادي الزمالك في الفتره القريبه اللي فاتت. نتمنى الامور تهدى ونادي الزمالك يجد حل لهذه المشكله، لانها مشكله طبعا صعبه جدا. يعني ادي الصور اهي قدامكم، ادي الدكتور عبد الله جورج والحاج احمد الصحيفي اثناء الاجتماع او المقابله ما بينهم لان هم يخلصوا موضوع نور السيد اللي قدامنا في الصوره. يعني نقدر نقول ان الامور يا رب تتحل بسرعه، وان الزمالك